اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم نعمة الصديق. النهارده زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض الطعمية في البيت. طبعا هتوفر معانا كتير جدا ونظرا لارتفاع الاسعار. هنقول مع بعض بقى المقادير. واول حاجة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول هيكون معانا شوية كرات كده صغيرين وشوية كزبرة وشبت. طبعا لو عايزين تستغنوا عن الكرات عادي جدا، كزبرة تكفي قوي قوي، ومعاه شوية شبت، ومعايا توم وبصل، ونص كيلو من الفول اللي هو ايه منقوع، هو فول مقشور يعني مفيهوش قشرة، او الفول المدشوش حسب بقى ما بيتقال، ومنقوع من بالليل للصبح. هنعمله في الكبة بتاعتنا، وهنحطه كده كل حاجة على بعض زي ما انتوا شفتوا كده، ونفرمه مع بعض. طبعا لو لقيتوه بعد ما فرمتوه مش ناعم قوي، هنقدر برضو نكمل فرم في الناحية الصغيرة اللي عندي دي، بتفرم قوي يعني. طبعا ممكن تفرميه بطرق تانية كتير، يعني ممكن زمان كانوا بيفرموا في المفرمة اللي هي بتاعت البسكوت دي، اللي هي المفرمة اليدوي. كانوا بيعملوا فيها الطعمية عادي جدا، وبتنفع وبتبقى حلوة قوي. برضو بكرر الكرات مش اساسي، يعني انتوا ممكن تستغنوا عن الكرات وتعملوه بالكزبره بس، بتبقى حلوه جدا ومقرمشه وطعمها جميل. يعني انا جربتها بالكزبره والشبت وكانت حلوه قوي. لو لاحظت ان الكرات بيديها اللون الاخضر القوي، فعايزين تستغنوا عنه تمام. دلوقتي انا هحط عليها ملح، وطبعا هي كميه كبيره، نص كيلو اداني كميه حلوه. هحطها في الفريزر، مش هحط عليها التوابل، هحط عليها ملح بس. وقت بقى الاستخدام يعني ابدا احط التوابل بتاعتي. طبعا انا هفرزها كده واسيب حبه بس، هم دول اللي هعملهم قدامكم عشان اوريكم قد ايه هي تحفه، وقد ايه حلوه جدا لو عملتيها في البيت، ومبتبقاش فيها اي زيت، مبتشربش زيت خالص، وبتبقى طعما ونظافه مفيش بعد كده احسن طبعا من بره. ادي الكميه اللي هي طلعت لي، والحبه اللي هم على جنب دول بقى هو ده اللي هعملهم معاكم. هنبدا نحط لهم التوابل اللي احنا بنستخدمها. انا لما باجي اعمل الطعميه بطلعها وابدا بقى احط التوابل. احط ايه؟ ربع معلقه من الكمون، ربع معلقه من البيكربونات او البيكنج صودا، وربع معلقه من الشطه، وربع معلقه من الكزبره الناعمه، ودي معلقه من الكزبره اللي هي ايه الحصى الحبات يعني. وابدا اقلبهم. طبعا معلقه الكزبره الحصى دي بتدي فرق في الطعم رهيب. المهم افضل اقلبهم كده كويس جدا، وهيبقى معايا سمسم وبرده كزبره ناعمه. دول ايه بشكل بيهم الطعميه وانا بحمرها في الزيت على الوش كده بس. لو مش عايزين خالص عادي جدا، ولو عايزين برضو تحشوها بصل زي ما بيبقى في المطاعم برضو عادي، يعني كل واحد والطعميه بتاعته بصراحه. انا بحبها ساده او بالكزبره بس، بحبهاش بالسمسم، يعني عادي كل واحد بيبقى له ايه ذوق في الاكل. دلوقتي بقى هنبدأ نحمرها مع بعض، وعشان اوريكم شكلها بعد ما اتحمرت بتطلع مستوية جدا، وما فيهاش اي زيت ولا فيها اي حاجة، ونضيفة ومعمولة في البيت، وكمان موفرة. يعني ايه؟ عشان دلوقتي الحاجة بقت غالية جدا. طبعا تقدروا تعملوا كميات وتحطوها في الفريزر، مش هيحصل لها اي حاجة. يعني تفريزات رمضان لو عايزين تعملوها عشان رمضان والسحور وكده، هتبقى حلوة جدا. عايزه اقول لكم ان الكرات بيخليها بيغمقها سنه. الكزبره مع الشبت بيخليها، انا عملتها قبل كده بكزبره وشبت بس، بيخليها فاتحه وجميله. وتحطوش كتير، حطوا كميه بسيطه، وما تحطوش العيدان. يعني ايه؟ في الكزبره والشبت تحطوا الورق، لان هي طبعا ايه علشان ما تفكش يعني. وبتطلع حلوة قوي واحلى من بتاعت بره كمان. طبعا هما بيستخدموا مثلا ربطة من الكزبرة وكده على كمية كبيرة، احنا بناخد حبة صغيرين، مش الربطة كلها كده. يا خلصت اهيت. طبعا طالعة جميلة جدا ومستوية من جوه ومقرمشة. اعملوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.